فيديو الاستثمار فيديو مهم جدا، فيديو مهم جدا جدا جدا. لو انت معاك مليون او 2 او 3 توزع اسهمك على الحاجات دي وما تشبكش مره واحده. حط وافتح شهر او 2، بص اللي هبط منهم اشتري فيه تاني، وهكذا، بحيث تعمل متوسطات سعريه يديك اعلى عائد ارباح في خلال 6 او 7 شهور. والله 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 البورصه فيها مكسب اكبر بكتير من البنوك، بس لو مع حد فاهم. ده كان فيديو الاستثمار. شكرا. لا قبل شكرا، ده كان فيديو الاستثمار. بس ايه، بكره هسيب لكم رابط القناه العامه في الكومنتات، لان احنا بكره بننزل السهمين المجاني، وكمان بننزل سهمين زياده عليهم في القناه الخاصه، لان السوق كويس، والاسبوع والاسبوعين اللي فاتوا ودوا اسهم كتير لاماكن كويسه عايزين نشتري منهم. فهسيب لكم رابط القناه العامه في الكومنتات. اللي حابب القناه الخاصه بيتواصل معايا من خلال التليجرام او من خلال الماسنجر. الماسنجر طبعا باسم اميره علي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم فيديو النهاردة تحليل على الفريم الشهري للمستثمرين اللي حابين يشتروا أسهم ويسيبوها كذا شهر. ايه الفكرة في الموضوع ده؟ الفكرة في الموضوع ده ان هو ارباحه بتبقى كبيرة، تقلبات السوق عليه بتبقى اهدى، وكمان انت نفسك تبقى هادية. يعني بتفتح تشتري مرة واحدة في الشهر وبعدين تقفل التليفون وتشوف دنيتك مش عارف ايه، ترجع ب6 أو 7 شهور تلاقي مكسب محترم وكويس. الموضوع ده يفيد مين؟ يفيد الناس اللي راس مالهم كبير بزيادة يعني. وافضل بصراحة، حتى مهما كان راس مالك صغير لازم يبقى معاك سهم من الاسهم دي. تعال نشوف ابو قير. برضو هحاول اخلي الفيديو ما يطولش. ده سهم الشهر بتاعه. ابو قير كنت تشتري فيه وهو في المنطقة دي، اما حاليا فلا، مش مرجح للشراء حتى في سهم الشهر. ليه؟ لانه بيخلص ترند صاعد، محتاجين تصحيح صغير بعدين هيصعد منه تاني. فكسهم استثماري لا مرجحوش. او للناس اللي عايزه تستثمر ممكن تشتري دلوقتي بنسبه. يعني انت عايز تحط في ابو قير 100,000 مثلا، تشتري دلوقتي ب25، تفتح بعد شهر ممكن تلاقيه عند 60 تشتري تاني، تفتح كمان شهر تلاقيه وصل 55 مثلا تشتري تاني، تفتح في الشهر الرابع هتلاقيه مثلا جاب 70، جاب مش عارف ايه، وهكذا. هتطلع في المجمل كسبان. مصرف ابو ظبي الاسلامي ده مثلا ينفع جدا كسهم شهر. ليه؟ بص الشهر بتاعه بادئ فين دلوقتي، بيقلب وشه عشان يكمل صعود. لو اشتريته من هنا يبقى هدفك عند ال 28 بعد شهر. بعد ال 28 دي تبقى ارباح كام؟ لو سعد 2 جنيه و4 قروش يبقى 10%. 28 يعني 4 جنيه، يعني حوالي 20%. هيجيبهم في قد ايه؟ ممكن شهرين 3 يعني يجيب فيهم 20%، فيبقى مكسب كويس. لو حاطط 100,000 تكسب عليهم 20,000 في شهرين 3. شهادات البنك بتديك 20,000 في سنة. دي الفكرة بقى في البورصة. اسكندرية حاويات طبعا سهم كويس جدا للاستثمار الشهري والطويل. كان ممكن تجيبه من عند 26 جنيه، ممكن تجيبه من دلوقتي ويبقى هدفك عند 30، تبقى كسبان فيه برضه حوالي 10%. ممكن يجيبهم في شهر أو 2. وممكن تحط أهداف أبعد عند 34 أو 36. طب ليه؟ ده عمره ما جابهم قبل كده. وارد يجيبهم. ليه؟ لأن احنا سوق صاعد، فمعظم الأسهم هتجيب قمم تاريخية هي ما جابتهاش قبل كده، فممكن تحط أهداف بعيدة عادي. أموك ده أحسن حاجة لو هتجيبها استثمار شهري. عندك من سعره الحالي ينفع، ويبقى هدفك عند ال 11 جنيه، وممكن أبعد عند ال 12. طب من 8 ل 11 جنيه انت لو عملت 8 قروش يبقى مكسب 10%. جنيه و6 قروش يعني مكسب 20%. 10 حوالي يعني 20% برضو. ولو زودت الأهداف أبعد ممكن تجيب 30 و40%. وممكن يبقى فيه حاجات وطفرات أعلى، يعني لو حصل تعويم أو لو التضخم زاد أو دي بتخلي البورصة تزيد، فالنسب اللي احنا بنحسبها بيجي أكتر منها كتير جدا في مكسب. فأموك برضو كويس. دي انفست؟ لا طبعا، يعني شكله هابط. واحد هيجي يقول لي طب هي مش البورصة احنا لو حطينا اسهم وسبناها كده هتبقى صاعدة؟ لا، فوري كان ب 28 جنيه مش عارف من كام سنة، وسبناه سنين ورجع ل5 جنيه تاني. فهي مش كده، هي تحليل فني، واحنا بنشوف التحليل الفني مودينا لفين، وفي الاخر هي ارزاق ربنا. وارد حاجات كتير قوي تحصل تخلي التحليل الفني ما يبقاش صح. بلتون
بيلتون طبعا الاستثمار الشهري كويس جدا. تشتري من هنا ممكن يهبط بيك لحد هنا، فتشتري تاني ويبقى هدفك عند ال5 جنيه ونص. من 3 جنيه يعني تقريبا انت عامل ربح اكتر من 50% اعتقد، حوالي 50%. سيرة لا احنا يعني لا مش هاخد كل الاسهم دي، هنعدي اسرع يعني. سيرة عديها وريني ايديتا. عندك ايديتا لا مش مرجح اوي للاستثمار الشهري، لاني مش شايف حاجة تحفزه على كسر المقاومة دي، ما فيش حافز يعني، فمرجحوش للاستثمار الشهري. مش عشان هو وحش، لكن عشان مش هيجيب المكاسب المرجوة منه يعني. هرمس برضو نفس الفكرة، مرجحوش قوي. الفكرة كلها مثلا ان انت لو هتاخد حاجة استثمار شهري فانت عايز حاجة من الحاجات القوية اللي هي بتشد السوق، فالاسهم دي مش من الاسهم القوية يعني. عندك القبضة طبعا مرجح جدا للاستثمار الشهري من الاهداف دي لحد ال47. 10 جنيه 3 جنيه يعني 10%، يبقى 6 جنيه 20%، بس هيبقى عامل معاك حوالي 30% ولا حاجة كقبضة يعني. سويدي من الحاجات المرجحة جدا للزيادة. ليه مرجحة جدا للزيادة؟ يعني معلومات. طيب زيادته فين ودي قمته التاريخية؟ ممكن عند 25. لو دي القمة التاريخية احنا عايزين بقى نحسب ترندات علشان نقول رقم كويس. لو هو من عند 25 وخد الموجة دي لل6 جنيه يعني نزل كام؟ 25 ب6 جنيه يعني نزل حوالي 20 جنيه، صعد من 6 لل22، يعني هو عنده هدف عند 26 جنيه، وهو دلوقتي تمام صعد من حوالي 6 يعني عنده هدف عند 26 جنيه من ال22، وفي أهداف أبعد بكتير دي هنشوفها مع الوقت. فاحنا بنقول إن هدفه بالحسابات 26 جنيه، لو انت سبته كذا شهر هتلاقيه أبعد بكتير من 26 جنيه. اشمعنى السويدي؟ اسمع مني وانت ساكت. حديد عايز لا يعني طبعا 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 من غير جدال، حديد عايز من الحاجات المهمة جدا على المستوى الشهري، بالذات شكل الصعود. يعني نص بياخد الصعود ازاي ويطلع كده ومش عارف ايه. السؤال اللي خلاه يهبط ده كله ده كان يا الله. يعني لو انت سايب فلوسك في حديد عز من سنة 20، يعني هو في سنة 20 كان ب4 جنيه، دلوقتي ب51. شوف لما بتسيب أسهمك في البورصة في أسهم قوية قيادية، شوف بتحقق مكاسب قد ايه. تخيل لو حطيت فلوسك في بنك في الأوقات اللي زي دي هتعمل مكسب كام، ولو حطيتها في سهم هتعمل مكسب كام. في حديد عز طبعا من الأسهم المرجحة لاستهداف شهري. مستهدفاتها فين؟ يعني في خلال 3 أو 4 شهور حديد عز ممكن يبقى عند 66 جنيه أو ال70 جنيه كمان. فوري طبعا حاجات مستهدفتها شهرية عالية جدا. احنا بس عايزين نشوف ايه 3 شهور. شوف فوري كان نازل من فين. فوري يعتبر من سنة 21 ما صعدش، بيهبط بس، راجع تاني بيحاول الصعود. فأنا أرى إن فوري من الحاجات الكويسة جدا على الأهداف الشهرية. عندك من 5 جنيه اللي هو سعره الحالي تقابله مثلا عند ال10 جنيه. عدي هاتلي جهينة. جهينة طبعا ليها مستهدفات شهرية. عايزين نجيب فريم الشهر. ليها مستهدفات شهرية أولا عند ال17، ثانيا عند ال23. طب عرفنا منين إنه عند 23؟ هقولك صعد من 10 ل 13 يعني فرق 3 جنيه. يبقى لما يجي من 12 المفروض يوصل ل15، يبقى دي هينزل تاني ممكن يوصل ل12 كمان، بعدها يبقى في 17. عندك 17 جنيه
عندك 23 جنيه مستهدفات لجهينة. طب انا عرفت منين؟ حط الاهداف دي في دماغك وما تسالش كتير. موبكو طبعا ليه مستهدفات شهريه عند 300 جنيه كمان. وريني اوراسكوم. معلش عندي برد، دعواتكم بالشفاء يا جماعه. طبعا ليه برضه مستهدفات شهريه من سعره الحالي عند ال 133 جنيه وال 150 جنيه. انا بجيب الاهداف دي منين؟ لا يعني بلاش، يعني الاهداف البعيده دي مش هوضحها، خلي ياما في الجراب يحاول زي ما بيقول. وراسكم للتنميه ليها برضو مستهدفات عند ال 12 جنيه ونص. سيدي كرير لا ما رجحلوش دلوقتي، هنستناه يهبط لنا لهنا عند ال 22 جنيه للناس اللي عايزه مستهدف شهري. طيب انت معاك فلوس اكتر، ممكن تشبك بهنا، ينزل اكتر تشبك تاني، ينزل اكتر تشبك تالت لحد ما توصل للهدف اللي هو 28. طيب ليه الاسهم دي انت ممكن تشتري فيها من العالي؟ لان دي اسهم قياديه هي اللي هتشد السوق. احنا عارفين ان البورصه صاعده، البورصه في خلال 2024 المؤشر التلاتيني بالذات هيوصل ل 25,000 نقطه. فبما ان دي الاسهم القياديه فهي اللي هتشد المؤشر، فهتلاقيها يعني تشبك فيها، وكل ما تهبط تزود انت دايما كسبان. سيدي كرير طلعت مصطفى، اعتقد طلعت مصطفى بيخلص، يعني احنا بيخلص. احنا دلوقتي بايعين فمستنيينه ينزل لنا شويه وبعدين نبدا نجيبه تاني. مصرية للاتصالات ليها مستهدف شهري جميل جدا لو حابب تشبك فيها وتستنى الاهداف الشهريه. نساجون ليها برضو مستهدفات شهريه حلوه عن ال 20 جنيه. طيب هو انا كده كل الاسهم تقريبا اللي فتحتها قلت لك ليها مستهدفات شهريه ما عدا سهم او اتنين، يعني كلهم ينفعوا؟ لا، زي الحسبه وزي ما انا قلت لك شوف مين فيهم اللي بسعر ارخص وتحقق منه مكسب اكبر. كلهم ينفعوا طبعا، كلهم ينفعوا، اصل مؤشرات التلاتيني تقريبا كلها قياديه هي اللي بتشد البورصه لفوق او تشدها لتحت، فكلهم ينفعوا على الاهداف البعيده. طيب انت ايه المفيد بالنسبه لك اللي دلوقتي في مكان كويس؟ زي ايه؟ زي بيلتون مثلا. بيلتون جميل جدا. اسك بيلتون السويدي على فكره هو حديد عز. اسك ليه مستهدفات شهريه حلوه جدا من سعره الحالي لحد ال 17 وعندك 26 وعندك لا مش صعب 90 يعني. ليه مستهدفات في 4-5 شهور لحد ال 24، يبقى كويس عند ال 24 لان هو صاعد ومن الاسهم القويه برضه. نشوف ايه دايس مثلا ليه مستهدفات شهريه جميله منين؟ من 6 قروش لحد الجنيه تقريبا. انت عامل 50% باين، انت بتشتري 60 قرش للجنيه يعني زدت حوالي 40 قرش. شوف دي ربحها كام، 40 قرش مكسب، حوالي 80% اعتقد. ايبيكو ده جميل جدا. ليه بقى؟ قناه هابطه كسرها ارتكز عليها، يبقى عنده مستهدفات بعيده ممكن لل 54 مثلا او 55. ايبيكو سهم كويس جدا. هاتلي ليسكو. احنا مش هنبص على كل الاسهم لان في اسهم احنا عارفينها. انا بحب بقى الاسهم دي اللي هي ليها مستهدفات ابعد ونزلت وبدات تطلع تاني. ليسكو من هنا عنده هدف عند ال20. كلها اسهم شهريه كويسه. انت لو عايز 3 اسهم تقسم على القطاعات، شوف قطاع ايه انت فيه وحط فيه سهم، حط فيه مش عارف ايه. دومتي بلاش، يعني قطاعات الاغذيه دي بالذات في الوضع الحالي بلاش. اشمعنى بلاش؟ يعني في حاجات بتبقى في الجمارك، ممكن شركات تفلس، ممكن مش عارف ايه، فبلاش قطاعات الاغذيه، خلينا في القطاعات اللي بتشد فعلا زي مثلا حديد والصلب، قطاعات البناء، قطاعات قلنا حديد وصلب بناء، اسمده. الحاجات دي حاجات قويه ومهمه. قناه للتوكيلات
لا ما اعتقدش ان هو على المدى القريب عنده مؤشرات شهريه حلوه يعني. ايجي ترانس ممكن يبقى عنده مستهدفات شهريه من سعره الحالي عند 3 جنيه، بس يعني دي مش حاجه اقعد فيها شهر، مش ايجي ترانس يعني، نقعد في اسهم تانية احسن. عدي معظم الحاجات دي اسهم صغيره. نشوف كوبر لان في كلام كتير عليه. كوبر خلص الاكتتاب ده بقى. تفتكر كوبر زي بيلتون؟ يعني ده اللي وقت الاكتتاب تشتري فيه الاسهم وتستنى ان هو يصعد تاني وكده؟ لا انا ما استناهوش بصراحه. واللي دخل كتاب كوبر غلطان يعني. مش اجواء اجواء من الاسهم اللي انا براهن عليها. مستنيين مستهدفاتها الشهريه البعيده جدا عند 27 جنيه مثلا، حدود 27 جنيه، 27 ونص، 28. وفي شهريه يعني مش كذا شهر، شهريه يعني قريبين. القاهره دواجن مستهدفاتها الشهريه حلوه جدا. دايكيما قصدي، ماشي، ليها مستهدف لو ثبتت هنا يبقى مستهدفها عند 9 ثم 10 جنيه لو ثبتت على سعرها الحالي. القاهرة دواجن مستهدفها الشهري عند 6 جنيه. لو الشهر بتاعها قفل كده يبقى خلاص خدنا ارتكاز من هنا، يبقى المستهدف الشهري عند 6 جنيه. بس دي كانت اغلب الحاجات يعني اللي قلناها. فيديو الاستثمار فيديو مهم جدا، فيديو مهم جدا جدا جدا. لو انت معاك مليون او 2 او 3 توزع اسهمك على الحاجات دي وما تشبكش مره واحده. حط وافتح شهر او 2، بص اللي هبط منهم اشتري فيه تاني، وهكذا، بحيث تعمل متوسطات سعريه يديك اعلى عائد ارباح في خلال 6 او 7 شهور. والله 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 البورصه فيها مكسب اكبر بكتير من البنوك، بس لو مع حد فاهم. ده كان فيديو الاستثمار. شكرا. لا قبل شكرا، ده كان فيديو الاستثمار. بس ايه، بكره هسيب لكم رابط القناه العامه في الكومنتات، لان احنا بكره بننزل السهمين المجاني، وكمان بننزل سهمين زياده عليهم في القناه الخاصه، لان السوق كويس، والاسبوع والاسبوعين اللي فاتوا ودوا اسهم كتير لاماكن كويسه عايزين نشتري منهم. فهسيب لكم رابط القناه العامه في الكومنتات. اللي حابب القناه الخاصه بيتواصل معايا من خلال التليجرام او من خلال الماسنجر. الماسنجر طبعا باسم اميره علي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.